شوط اول فريق وشوط تاني فريق تاني خالص، ونتيجة مباراة ما انتش عارف تفرح ولا تزعل بعدها. ده ملخص ماتش النهاردة بين المنتخب المصري والمنتخب الغاني. الفيديو اللي فات كلمتك عن نقاط قوة ونقاط ضعف غانا، وقلت لك انهم كلهم لاعبين عاديين جدا ما عدا محمد قدوس، ولكن حط تحت لكن دي 100 خط. لو سبت لهم الكورة هيقلبوا على دي بروين وسيبوسلاي والكانتارا، وقلت كده بالحرف. وده اللي حصل في الشوط الاول اللي ما كناش عارفين نوصل فيه للمرمى او نلعب كورتين على بعض. وفي الفيديو اللي فات برضه قلت بلاش والنبي اللعب بمحمد النني اللي انا مش عارف دوره ايه مع المنتخب، وخصوصا انه لسه راجع من اصابة، فخليه لاعب خبرة على الدكة. وقلت ان دفاع منتخب غانا اي كلام وبيغلط كتير، ولازم تلعب بامام عاشور عشان بيعرف يلعب كرات بينية كثيرة للخطوط، واللي انا بالنسبة لي هو نجم الماتش بلا منازع. هدوء وثبات وحيوية وتقل في نص الملعب ما شاء الله، بالذات الشوط التاني. الكلام ده قلته في الفيديو اللي فات، وتقدر تشوف الفيديو في الوصف. واخر حاجة حذرت من محمد قدوس وقلت هو نقطة القوة الاولى والتانية والتالتة لغانا، فنخلي بالنا منه. وسجل هدفين النهاردة. اولا كده محمد حمدي المفروض ما يلعبش على فتوح، ما ينفعش يلعب اساسي في المنتخب. ده محمد حمدي اكتر لاعب او اكتر باك لمس الكورة من الفرقتين وما لعبش ولا عرضية صح. على الاقل عمر كمال بيرقص وبيدخل لجوه وبيسند ويكمل، اما محمد حمدي مش عارف بيعمل ايه بصراحة. بالنسبة لمحمد حمدي أنا معتبره هو المتسبب الأول في هدف موزمبيق الأول وهدف غانا التاني. بيستنى المهاجم لحد ما يرفع الكورة بأريحية بدون ضغط عليه، وده غريب بالنسبة لي. فعشان كده لازم يلعب فتوح بشكل أساسي. ونص الملعب النني بيعمل إيه؟ عايز تأمن يبقى تلعب بمروان عطية، عايز تهاجم تلعب بزيزو أو تريزيجيه في نص الملعب اللي نزل وأدى الدور بشكل كويس. خلي النني لاعب خبرة على الدكة، وده ما يقللش منه أبدا، ولكنه ما بيلعبش من فترة كبيرة بعد ما صلاح اتصاب، واللي يا رب يرجع في اسرع وقت طبعا، ولكن رب ضارة نافعة. وشفنا مصطفى فتحي اللي لعب ماتش كويس وعمل كام ترقيصة لدفاع غانا. فعشان كده انك تمتلك لاعب كبير في الملعب بأدائه وروحه افضل من لاعب عالمي ومن افضل اللاعبين في العالم، ولكن عالمي على الورق فقط وفي الملعب خايف على رجله. المنتخب تحرر في الشوط الثاني وحط المنتخب الغاني في مكانه الطبيعي، عكس الشوط الاول اللي كنا مركزين فيه على صلاح بس، وطبعا وجود النني اللي كان عامل بطء شديد في نص الملعب. شوط تاني حسسنا ان في امل وعملت كل شيء، وده بسبب فوقان امام عاشور اللي عمل ماتش عالمي دفاعيا وهجوميا. ومش عايزين نظلم عمر مرموش اللي عمل ماتش كبير برضه، وتريزيجيه ومصطفى محمد اللي الدنيا اتغيرت بشكل كبير بعد نزول تريزيجيه بصراحة. اما بالنسبة للمنتخب الغاني فهو منتخب عادي جدا، كل لاعيبته لاعبين متوسطين عدا محمد قدوس اللي سجل هدفين النهارده. وانا شايف انك لو ضغطت عليه في الشوط الاول زي ما لعبت الشوط الثاني كان زمانك فزت فوز مستريح على المنتخب الغاني. اتمنى الاخطاء دي تنتهي ونحط اللاعب المناسب في المكان المناسب. يعني ما تحطليش باك مش عارف يرفع عرضية صح، وتحط لي ديفندر بقاله سنة ما بيلعبش وراجع من اصابة ومش عارف يلتحم مع المهاجم وبيلعب كرات بالعرض بس ومالوش تأثير هجومي. انا كده بخسر لاعب من فرقتي. اما فيتوريا مش عارف اقول ايه بصراحة، افكار وخيارات غريبة. انا مش عارف هو بيتفرج على المنافسين ولا لا. الشوط الاول يبين لك انه ما اتفرجش على منتخب غانا قبل كده. انا شايف ان البطولة مش مفاجأة خالص، وخصوصا للمنتخب المصري اللي دايما يبدأ بشكل سيء في دور المجموعات ومش بيحسم صعوده الا في اخر جولة. ولكن نركز على مباراة الرأس الاخضر اللي انت مطالب بالفوز عليه عشان تصعد. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة عشان ده بيساعد في انتشار الفيديو. سلام.